ابو علاء قرر ان هو يحط في عربيته واي فاي. هو الراوتر المثالي للعربيه يا عزيزي، وهنعمل واي فاي يا بريهان جوه العربيه، اوكي، والمفروض ان هو يبقى منور بس يا معلم 12 ساعه. ازيكم دلوقتي؟ بما ان الانترنت حاجه مهمه، كل الباصات اللي بتنزل جديده سواء بقى كانت للسفر او جوه المدينه بنلاقي فيها حاجه اسمها ايه؟ واي فاي اون بورد. هتلاقي واي فاي جوه الباص. الصراحه انا كنت بتسحل في الموضوع ده. ايه الديفايس اللي جوه الباص او المصمم اللي جوه الباص عشان يقدر يغطي لي المساحه دي كلها ويقدر يغطي لي عدد الناس اللي يستخدموا دي كلها؟ يعني هل الناس دي كلها لو دخلت على الواي فاي اللي هو الفري واي فاي اللي موجود في الباص ده، هل الواي فاي ده السرعه بتاعته هتزنق؟ كل واحد يبقى واخد ميجا مثلا ولا حاجه؟ ازاي الموضوع ده بيتعمل؟ في الحقيقه الموضوع ده متطور جدا، وقعدت سرشت عليه كده ودخلت جوه الدهاليز بتاعته، لقيت ان على فكره في عربيات ملاكي كمان، او في شركات من عربيات ملاكي، يعني مثلا زي عربيات مرسيدس الحديثه، في اوبشن فيها بس طبعا مش مفتوح في مصر، ان انت تحط لها سيم كارد والعربيه نفسها يبقى جواها واي فاي. يعني لو انت داخل مثلا من اللابتوب بتاعك او بتعمل بيزنس او حاجه، او حتى العربيه نفسها انت عايزك كونكت بالانترنت تعمل ابديت الكلام ده كله، العربيه نفسها مجهزه ان يكون فيها انترنال واي فاي او هوت سبوت جوه العربيه. ابو علاء يسكت؟ لا، ابو علاء قرر ان هو يحط في عربيته موديل 2013 واي فاي، وهنعمله مش فري بقى واي فاي بس، هنعمله بقى كيو ار كود وبتاع. بس احنا جبنا النهارده ديفايس جامد جدا هيقدر يخليني، بصوا بقى ركزوا معايا. اول حاجه، انا مش هوريكم الديفايس اللي بعد ما نخلص، يعني بعد ما احكي لكم الحكايه. اول حاجه هيبقى عندي في العربيه طول الوقت واي فاي، العربيه طول الوقت شغال فيها الانترنت، يعني اي حد راكب معايا او اي حد مشغل موبايله جوه العربيه يقدر ياخد الباسورد ويشغل الواي فاي جوه العربيه. تاني حاجه، السرعه بتاعته كبيره جدا. يعني ايه؟ يعني هو ما عندوش ليميتيشن في مثلا، يعني مثلا عارفين المودمز الصغيره اللي هي 4 جي اللي هي بتاعت فودافون وموبينيل واتصالات والكلام ده، دي دايما ليميتد ب 150 ميجا 100 ميجا، ما تقدرش انها تبعت او تستقبل اكتر من كده، فالدنيا بتبقى ايه، السرعه بتاعتها بطيئه شويه. فهو سرعته مفتوحه او سرعته عاليه جدا، وهقول لكم النهارده سرعته عامله ازاي. ثالث حاجه، اب تو 32 يوزر. طبعا انا صحيح عربيتي مشاركه فيها 32 يوزر، ولكن لو في ناس واقفه جنب العربيه او احنا مثلا في سفريه او في حاجه، اقدر اغطي لغايه 32 يوزر، ومفيش مودم ابدا او راوتر يقدر يغطي 32 يوزر. رابع حاجه بقى واهم حاجه، ومن الحاجه الجامده جدا اللي فعلا كنت بفكر فيها، وهي فكره هو لو انا مبطل العربيه، يعني مفيش كهرباء داخله للراوتر ده او داخله للواي فاي ده، هل ينفع يكمل ولا لا؟ بما انه شغال بقى في الفور جي او شغال بالانترنت، بيشتغل عن طريق الشبكات. الراوتر اللي معانا النهارده بيقدر يكمل لغايه 12 ساعه بلس من غير كهرباء واي فاي. هو الراوتر المثالي للعربيه يا عزيزي، وهنعمل واي فاي يا بريهان جوه العربيه، اوكي. النهارده الجهاز اللي معانا ده صراحه هو من الاجهزه الغريبه، يعني اللي مش لاقي لها ويب سايت. هي الشركه تقريبا اخترعته ومفيش على النت، الجهاز ده مش موجود على النت، يعني قليل قوي قليل قوي، لان هو في اوبشنز كتيره جدا. بص قربي معايا كده معلش يا بريهان. اول حاجه الشركه اسمها توب لينك، طبعا احنا عارفين تي بي لينك، بس ده توب لينك 4 جي راوتر برو، اوكي. ده بيشتغل ال تي اي، يعني بيشتغل 4 جي وبيشتغل باكات 4 لو انت معاك كابل يعني ايثرنت او كده. الميزه الكبيره والاهم ان هو جواه بطاريه 5000 ملي امبير، يعني يقدر يشغلك فين 12 ساعه بلس، اوكي، من غير كهرباء. راوتر يقدر يشتغل من غير كهرباء. على فكره هو استخداماته مش في العربيه، انا هستخدمه في العربيه، بس هو في ناس بقى ممكن تستخدمه بره، بتسافر بتخرج بتعمل وعايزه تشغل لمجموعه ناس على شريحه واحده او على انترنت من مكان واحد، بس مش محتاج كل واحد يبقى معاه باقه، او مش كل واحد يبقى معاه الانترنت بتاعه، فتقدر تعمل كده من غير ما توصل بالكهرباء، ودي حاجه من الحاجات الكويسه جدا. وهي دي برضو الميزه الكبيره فيه بعد موضوع البطاريه، وهي ان هو اب تو 32 يوزرز. دي حته مهمه جدا، الباندوث بتاعه عامل ازاي. ال 32 يوزر عايزين ياخدوا السرعه، هل هيعرفوا في راوتر عادي؟ لا، ولكن هنا اهو بما ان سرعته 450 ميجا داونلود و150 ميجا ابلود، فالموضوع جامد جدا. وبيقول لك ان هو كمان ان هو في 2 انتنز بيقدر ان هو يقوي الاشاره. لونج رينج 4 جي ال تي اي مور يوزرز. الصراحه فكرته حلوه جدا، او فكره ان يبقى راوتر موجود ببطاريه، وفكره ان احنا نستخدمه. بص انا لقيت جنبيه ايه، وهي دي الحاجه اللي خلتني اشتريه الصراحه. جود سبورت كار اند باص وركينج اب تو 32 واي فاي يوزر. يعني انت لو معاك باص، او لو انت عندك باص، او عندك شركه باصات، او عندك عربيه وبتاع، ايا كانت موديلها، حضرتك هتبقى زيك زي المرسيدس. على الاقل المرسيدس هو مقفول عليه الاوبشن ده. يعني الموضوع ده على فكره مقفول في مصر، يعني عربيات المرسيدس كلها اللي فيها مكان لسيم كارد عشان تشغل واي فاي جوه العربيه، الاوبشن ده مش شغال في مصر. سكه ودغري. احنا عندنا هيبقى شغال. هو سعره كام؟ انا جايبه من دبي، كنا جايبينه سعره تقريبا 850 جنيه.
900 جنيه في الحدود دي يعني. مش عارف بقى موجود ولا لا، انا جايبه من فتره، بس خلينا نفتح مع بعض ونجرب او نتفرج على هذا الموضوع. انا جايب معايا شريحه كمان عشان اوريكم الفكره او السرعه بتاعته. طبعا حجمه مش صغير، حجمه مش صغير على فكره، وده يرجع لفكره البطاريه ويرجع لفكره الانتنه عشان يديك يغطي العربيه كلها وما حول العربيه. اوكي، وبيشتغل هنا اهو بادابتور. طبعا احنا الادابتور ده عندنا حل من اتنين، يا اما نجيب ادابتور تاني بيدينا نفس الفولت ونفس الامبير ونشغله على طول، او نجيب اللي هو الكونفرتر بتاع ال 220 لو انا عايز. بس هو في الغالب ما بيستهلكش كهرباء كتير يعني، هو الاوتبوت بتاعه 12 فولت 12 فولت 1 امبير. فانا لو عرفت اجيب شاحن عربيه 12 فولت 1 امبير وده انا هجرب واوريكم الموضوع. ولكن احنا برضو ايه مش محتاجين الموضوع ده دلوقتي. ده السلك لو انا هستخدم انترنت بسلك، مفيش اي حاجه تاني. مع بقى طبعا الجزء ده بيقول لك الدنيا تمام ما تقلقش. ليه شويه حاجات اوبشنز كده وبتاع، وليه سكيورتي، وممكن تخش بالكيو ار كود. ما احنا بقى في عربيه او في باص. اوكي، هو تاني استخداماته كتير، انا اللي هستخدمه في العربيه منعا للكومنتات بتاعته. على فكره ده مش مصمم للعربيه. اوكي، هنا موجود 2 انتنه يقدروا ان هم يكفروا مساحه كبيره. الجزء بتاع البطاريه موجود جوه هنا اهو، ممكن نبقى نشوفه. ودي الحته المهمه اللي انا بقول لكم عليها، هو مفتوح طبعا على كل الشبكات. خليني انا معايا الشريحه بتاعتي، ادي الشريحه وجايب كابل الشريحه اللي هي الكبيره. فاحنا ايه بما اننا فودافون فاحنا هنروح مكبرين دي كده. تمام، احنا كده ركبنا الشريحه. اوكي، دي شريحه داتا. وعايز اقول لكم في فرق طبعا ما بين شرايح الداتا وشرايح الموبايل. اشتغل الراوتر شغال من غير اسلاك. والله انت خلاص بقيت تشتغل كونتنت كريتور. احنا دلوقتي وصلنا الراوتر بتاعنا عشان نعمل له كونفجريشن لاول مره. ركزوا بس معايا اوريكم ايه الحاجات اللي موجوده هنا اهو. اول حاجه عندنا الباور، وعندنا هنا اهو ان هو بيشحن، وعندنا ان البطاريه تشارجنج، وعندنا هنا اهو الواي فاي، وعندنا ال4 جي. احنا كده طبعا في سيم كارد 4 جي، وان هنا عندنا انترنت، وان هنا بيحاول ان هو يعمل كونكشن. انا عايز اوريك شويه حاجات بس بسيطه. انا عندي هنا زرار اسمه دبليو بي اس، ان انا لو حد بيحاول يكونكت بيه الراوتر ده اقدر ادوس على الزرار ده فاعمل له باس، يعني ان هو يخش على طول. افتح فكره ان هو يخش او ياكسس على الراوتر او لا. وهنا ممكن اعمل له ريست، وهنا المكان بتاع الباور. احنا دلوقتي وصلناه بالكابل اللي جاي معايا على الكمبيوتر عشان اوريكم بس الانترفيس بتاعه الراوتر ده وازاي التحكمات اللي فيه. هو راوتر كراوتر حلو يعني، انت لو حتى بتستخدمه في البيت او بتستخدمه في الكلام ده فهو حلو جدا. بصوا سريعا بيقول لي ان احنا عندنا ايه الكونكتد ديفايسز اللي موجوده. انا عندي واحد بالكابل، واحد ما عنديش حاجه وايرلس، وعندي هنا اهو الكونكت ستاتس بتاعتي عامله ازاي. ممكن اقفله او اشغله من هنا اهو. الحته الحلوه بقى اللي انا عايز اوريها لكم وهي فكره الواي فاي. انا ممكن اقفل الاكسس للواي فاي واخلي الموضوع اصلا كله عن طريق الكيو ار كود. يعني انا هنا هسمي مثلا النتورك نيم بتاعتي جامد مثلا، وعايز اقول له هل انا محتاج اشوفها، هل الناس اللي موجوده معايا في العربيه محتاجه تشوفها ولا لا، ولا ممكن اطبع الكيو ار كود ده واخليه في العربيه بحيث ان هو لو الناس عملت سكان تقدر تخش على الواي فاي اللي موجود جوه العربيه او موجود جوه الشركه او موجود جوه المكتب او اي حاجه. فهنا في سكيورتي وفي حاجات تقدر ان انت تتحكم فيها، وكمان تقدر تتحكم في الماكسيمم ستيشن نمبر. انت عايز كام واحد يقدر ان هو ياكسس الجهاز بتاعك. في حته برضو عجبتني الصراحه من الحتت اللي هي يعني في الادفانسد سيتنج، وهي فكره الكفرج. انت محتاج الواي فاي كفرج بتاعك قد ايه؟ يعني انا مثلا لو انا هستخدمه في المكتب او هستخدمه في حته واسعه فانا محتاج كفرج اعلى، اوكي. ولكن انا فعلا لو هستخدمه في الباص او في عربيه او في حته مقفوله حاجه بتتحرك، فانا ممكن اقول له هنا والله انا محتاج شورت واي فاي كفرج. يعني خلي الكفرج بتاعتك لشورت اريا بحيث ان هو يديك بيرفورمانس عالي ويقلل من استهلاك الباور بتاع الراوتر. طيب احنا كده شرحنا ان هو كده كانه راوتر عادي. الفكره المميزه فيه اللي هي مش موجوده في اي راوتر تاني واللي تخليني اقدر استخدمه في العربيه هي ان احنا بصوا كده، اولا مشغلينه 4 جي، هنشيل ده ونشيل ده، والمفروض ان هو يبقى منور بس يا معلم. 12 ساعه من فول تشارج، 12 ساعه معاك انترنت متحرك معاك عن طريق ال 4 جي. تقدر تستخدمه بقى جوه العربيه، جوه باص، جوه حاجه بتتحرك، جوه حاجه كهرباء بتقطع كتير او بتحتاج ان انت يبقى عندك انترنت طول الوقت من غير اي حاجه. بصوا هو راوتر بالشكل ده. وعلى فكره دي ممكن تنزل كده ودي ممكن تنزل كده، او ممكن اشيلهم. على فكره هم بيتشالوا، ولكن انا هستخدمهم عشان اقدر اقوي الاشاره بتاعتي. وعايز اقول لكم ان الانترفيس بتاعته كمان بتبين لي كام يوزر داخل وكل يوزر بيستخدم ايه، واقدر اعمل بلوك واقدر ان انا اعمل فلترز للحاجه.
فمن وجهه نظري هي فكره حلوه جدا، وانا ممكن اصور لكم فيديو تاني وهو راكب في العربيه، وفكره ان العربيه نفسها يبقى فيها انترنال واي فاي او على طول فيها واي فاي. وطبعا انا عندي الكاسيت بتاع العربيه مغيره اندرويد، فهو ممكن بيشغل يوتيوب وبيشغل حاجات كده على الانترنت، فبحتاج افتح له هوت سبوت من موبايلي، والموبايلي لو اتكلم فالفيديو يقف عشان الموبايل انا بتكلم فيه، فبيبقى في مشكله كده في فكره الاكسسنج للانترنت. ولكن ده هيخليني طول الوقت هو متوصل بيه الكاسيت بتاع العربيه، ويخلي الموضوع جامد. انت عندك واي فاي موجود جوه العربيه، فاي حد هيركب معايا بعد كده ممكن يخش ويطلب الباسورد. فالحوار جامد يا برهان، جامد ولا مش جامد؟